السلام عليكم. النهارده بقى في مغامرة جديدة من مغامرات مؤمن الجزار بتاع تعليم سواقة، هيعرفنا فيها ازاي نتعامل مع الشارع اللي وراكوا ده. ايوه، النهارده حصة كاملة عن انك انت ازاي تتعامل كمبتدئ في السواقة مع طريق سريع زي اللي ورايا ده بالظبط. ازاي تتعامل معاهم على سرعة، ازاي تتعامل معاهم بحذر، ازاي ما تكونش قلوق وانت بتسوق في وسطيهم، ازاي تاخد بالك من نفسك ومن الاخرين، ازاي تاخد بالك من الرادارات. ده اللي هنشوفه النهارده في الفيديو الجديد. لو اول مره تشوفني، انا مؤمن الجزار بتاع تعليم سواقه. سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس هيوصلك كل جديد. لو بتشوفني على الفيسبوك اعمل متابعه، ان شاء الله هتشوف كل جديد. النهارده احنا الحلقه دي حلقه مميزه جدا، هنسوق على طريق سريع بدون خوف بدون توتر للناس المبتدئين. يلا بينا نشوف كده، يلا بينا. اهلا بيكم يا شباب من جديد. لو ركزتوا معايا كده بالراحه واحده واحده من اول ما انا واقف على يمين الطريق، هتلاقوا ان الطريق اللي جنبي صواريخ، الناس مش مديه فرصه اصلا ان حد يعدي. لو جبت لكم منظر المرايه هتلاقوا ان العربيات جايه بسرعه جدا 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 من ورا. يبقى احنا ازاي هنتعامل وهندخل في الطريق دوت؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. لازم نكون فاهمين كويس قوي يا جماعه ان الطريق السريع ده حاجه مش صعبه زي ما انتم متخيلين خالص. الطريق السريع حاجه سهله، بس لازم ان احنا نكون فاهمين كويس الدنيا دي ماشيه ازاي. اول حاجه، انا دلوقتي واقف على اليمين. ازاي ان انا ابدا ان انا اتحرك بالعربيه وابدا ان انا ادخل مع الطريق؟ اول حاجه لازم نكون فاهمين ان الطريق ده موجود قدامكم اهوت 4 حارات، 1 2 3 4. لو انا جيت قربت كده هتشوفوا الطريق 4 حارات بالظبط. انا دلوقتي يا جماعه عايز ان انا ابدا ان انا ادخل واتحرك على الطريق. لازم نكون فاكرين كويس قوي كلمه ان الاشاره اسلوب نجاه. اشاره العربيه اسلوب نجاه. يبقى رقم 1 كده ابدا ادي اشاره علشان افهم الناس ان انا هبدا ان انا اطلع بالعربيه واخش في المسار اللي جنبي الاول. يبقى انا دلوقتي ماشي او واقف في الحاره دي وعايز ان انا ابدا ان انا اتحرك. اعمل ايه دلوقتي عشان ابدا ان انا اتحرك؟ اول حاجه ان انا هبدا ان انا ادوس فرامل واجيب الدي وابدا ان انا اتحرك واخد بالي من اللي جاي جنبي علشان جاي بسرعه. هبدا ان انا اتحرك في المسار بتاعي الاول يا جماعه، ما بقاش ان انا طالع بالعربيه تمام وابدا ان انا اطلع فجاه. لا، انا هبدا ان انا اتحرك واحده واحده وابدا ان انا اخد ايه؟ اخد سرعتي. انا دلوقتي يا جماعه لو خدنا بالنا انا سرعتي يا دوبك 20 ومدي اشاره، وببدا ان انا ازود سرعه تدريجي واحده واحده. بصيت في المرايه انا ما لقيتش حد في الحاره اللي جنبي. لما اجي ادخل بصوا كده الدركسيون شبه مش معوج اصلا. ملي واحد يبدا العربيه تدخل في الحاره اللي جنبي واحده واحده تدريجي جدا جدا. لو انا بصيت لكم كده هتلاقي ان العربيه شبه الدركسيون ما اتحركش اصلا. كده انا بدات ان انا اكون فين؟ في الحاره رقم 2. يبقى احنا دلوقتي كده كنا في الحاره اليمين خالص، دلوقتي احنا في الحاره رقم 2. طب انا دلوقتي على سرعه كام؟ انا دلوقتي على سرعه 40 وداخل على سرعه 50. طيب هنبدا ان احنا واحده واحده نزود السرعه ونعمل نفس اللي عملناه. نبص في المرايه هنلاقي ان مفيش حد اهوت. بدانا نزحزح بالراحه جدا. شفتوا انا بدخل ازاي؟ تدريجي بالراحه جدا 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 لغايه ما دخلت في الحاره رقم 3. لو خدتوا بالكم هتلاقي ان انا الطريق دلوقتي بقى اكتر من 4-5 حارات. ببدا ان انا اتنيني في الحاره دي ادام الطريق واخد معايا سرعه مناسبه. لما تلاقي حاجه بتقيد من بعيد احمر اعرف ان ده رادار على طول. حاول انك انت ما تكتس السرعه عن ال 40 50 عشان الرادارات.
بعد كده هنبدأ ان احنا نطلع على الطريق تاني، واحنا دلوقتي ماسكين الحارة رقم 3. يبقى كل لما انا اعوز ان انا اخد على الشمال، كل لما ازود سرعة واشوف بالمراية وادي اشارة، ازود سرعة، ابص في المراية اتأكد ان محدش جاي، ادي اشارة اهو، وابدأ ان انا ازحزح بالراحة جدا 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 اهو. بصوا يا جماعة العربية بتتزحزح بالراحة جدا جدا جدا. شفتوا يا جماعة اهو بالراحة جدا. ليه؟ عشان اعرف ادخل في المسار. لما تكون مش هتجري اكتر من كده، حاول انك ما تاخدش الشمال. يعني احنا دلوقتي ماشيين على سرعة 60 اهو، انا مش هاخد الشمال. ليه؟ الشمال ده بتاع اللي بيجري جامد، انا مش هاخد الشمال لان انا دلوقتي على طريق سريع. وافضل بقى احازي مع العربيات. يعني انا دلوقتي ماشي اهو قدامنا الميكروباص، انا ماشي في حارتي وماشي ورا الميكروباص في حارته. لو بصيتوا على العربيات اللي جنبنا دول ماشيين في الحاره اللي جنبي على طول، يبقى انا دلوقتي ماشي موازي للناس اللي قدامي، مستقيم زيهم في الحاره بتاعتنا وماشيين كلنا ورا بعض. حاول ان لو في خطوط على الارض تبدا انك انت تتنيك في وسط الخطين. يعني في خط على يميننا اهو وخط على شمالنا وانا ماشي، ولو لاحظتوا من بعيد هتلاقي ان في عربيه احنا ماشيين وراها. تمام كده يا جماعه؟ هنبدا ان احنا نتنينا ماشيين بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب طول ما احنا ماشيين. طيب لو قابلنا يافط بتقول لنا مثلا ان في كوبري او كده، بتشوف انت المكان اللي انت عايزه. يعني احنا مثلا طالعين دائري، هنبدا ان احنا ندي اشاره يمين اهوت، وابدا ابص في المرايه مفيش حد اهوت، وابدا ان انا اخد سنه سنه. محدش يقول لي بقى ان احنا هنخبط في الرصيف ده، لا، لازم ان انا امشي تدريجي واحده واحده. ليه؟ علشان لو انت خدت فجاه هتلاقي حد خبطك من الناحيه التانيه. ها تمام كده يا جماعه؟ طيب انا دلوقتي دخلت من طريق لطريق بطيء زي الطريق اللي احنا مشينا فيه ده. حاول على قد ما تقدر انك انت لو الطريق حارتين تمشي في حاره من الاتنين. ما تحاولش باي طريقه من الطرق انك انت تقعد تلعب بالعربيه شويه يمين وشويه شمال. كمان لما الطريق يميل ميل معاه. يعني دلوقتي الطريق داخل يمين اهو، ادي اشاره يمين زي ما احنا عملنا كده، وابدا واحده واحده خد الطريق. ولازم لازم لازم تشوف المرايه الشمال في الحاجات دي عشان تشوف هل هينفع معاك انك انت تخطي ولا ما ينفعش، لان ممكن حد يخبطك بسرعه من ورا. يبقى احنا دلوقتي قلنا شويه معلومات مهمه جدا جدا واحنا ماشيين على طريق وبالليل. اول حاجه ان انا بمشي في حاره. رقم 2 ان انا بمشي بنفس سرعه الحاره. رقم 3 ان انا بمشي موازي للعربيات اللي قصادي. طيب بعد كده يا كابتن، طول ما انا مش بجري ما اخدش اقصى اليسار، ادام انا لا بجري ولا هلف ملفات. تمام كده يا جماعه؟ طول ما انت ماشي في حذا العربيه اللي قصادك وبين الخطين اللي انا شرحتهم لك زي اللي على الارض دول، انت في امان تام. مفيش حاجه اسمها هتخبط او هتتخبط. خليك فاكر الكلام ده كويس، الموضوع مش صعب. طيب فرضا دلوقتي ان انا عايز ان انا اركن على طريق وانا على طريق سريع اهو وماشيين والعربيات كلها جايه ورانا بسرعه، ببدا ان انا ادي اشاره وابدا ان انا رقم 1 ارفع رجلي من على البنزين. طب انا لما هرفع رجلي من على البنزين كده العربيه هتهدى شويه. بعد كده ابدا اعمل ايه بقى يا كابتن؟ ابدا ان انا ادخل سنه سنه على الفرامل بالراحه لحد ما العربيه ان هي تكون ايه، تهدي لحد ما تقف جنب الحيط بالراحه. وطبعا مأمنين ايه، المرايه الشمال ان مفيش حاجه هتيجي تخبطنا من ورا. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، بس احنا اللي بنعقده على نفسنا. انا وريتكم تجربه صغنونه جدا واحنا ماشيين على طريق. حاولوا انكم تكونوا مستوعبين حته ان الطبيعي انك انت كأي حد بتسوق جديد لازم يبقى فيه خوف وقلق ورهبه، بس الموضوع مش جامد قوي زي ما انت متخوف. لا، التخوفات اللي عندك دي كلها مرت على كل الناس الجديده.
حاول على قد ما تقدر تسوق كتير، تطلع كتير على طريق، تبدأ تتعامل في وسط العربيات، هتلاقي كل حاجة ماشية معاك زي الفل. الحلقة دي كانت حلقة مخصوص عشان حد بعت لي قال لي السواقة على الطريق بالليل مؤذية جدا، فانا حبيت اوصل له بس واحدة واحدة الدنيا بتبقى ماشية ازاي. نشوفكم في فيديو جديد مع مؤمن الجزار بتاع تعليم سواقة. فيديوهاتنا بتنزل كل تلات وجمعة الساعة 7 مساء بأمر الله فيديو جديد.